تخيل معايا تكون عندك شي دار في الخلا وتكون واقف قدام باب ديال دارك ويبان لك شي اثار ديال شي رجلين ديال شي واحد متجه جيك الباب، وديك الاثار عندها اتجاه واحد، يعني هذاك اللي دخل باقي ما خرجش. وهذا الشيء هو اللي وقع لاندرياس. واحد النهار في سنه 1922 الليله اللي بدا كيحس بها اندرياس باللي شي شخص مجهول عايش معاه في وسط الدار، ساكن معاه هو وعائلته في نفس الدار، كيراقبهم من بعيد، كياكل معاهم في نفس الطبله ولا ما يحسوا بيه، وكيتسنى اللحظه المناسبه باش ينهي حياتهم بواحد الطريقه بشعه اللي بقات لغز محير العالم لكثر 100 سنه. القصه ديال اليوم ماشي غير مجرد جريمه، هي كابوس حقيقي وقع في مزرعه هينتركايفيك. فاش غادي تشوف الاحداث ديال هاد القصه غادي تخليك بحال كتفرج في شي فيلم ديال الرعب، ولكن تيقوي هاد القصه تفاصيلها كاملين حقيقيه وماشي فيلم. فقبل ما نبداو القصه ديالنا كنقدم لكم راسي، انا بدر هلال، كنحط 2 فيديوهات في السيمانه، ونحط قضايا وقصص اللي كتعاودها ليا الناس. فلا كنتي اول مره كتشوفني مرحبا بك في العائله. فنبداو القصه ديالنا. الحكايه بدات في مارس في سنه 1922 في واحد المزرعه جات معزوله في منطقه بافاريا في المانيا. هاد المزرعه كانت ساكنه فيها عائله غروبير، الاب اندرياس والزوجه ديالو كازيلا وبنتهم الارمله فيكتوريا. الناس اللي كيعرفوا اندرياس كيعرفوه راجل قاصح ومكروه في القرير، ولكن حتى شي واحد ما كان كيتوقع المصير اللي كيتسناه. قبل الجريمه ب6 شهور الخدامه اللي كانت عندهم هربت من المزرعه في نص ديال الليل وكانت مرعوبه. قالت لهم بلي هاد الدار راه مسكونه، كتسمع خطوات ديال المشي في الليل والحركات. اندرياس ما خداش الهضره ديال الخدامه ديالهم بجديه وتجاهلها، وبقاو هو وعائلته في المزرعه بوحدهم حتى بداو كيطراو شي حوايج اللي غيغيروا كلشي. قبل ما توقع الجريمه بايام اندرياس لقى شي حوايج اللي خلاتو يشك باللي فعلا كاين معاه شي حد في الدار. لقى واحد الجريده راس الدار وماشي هو اللي شراها، ولقى حتى السوارد ديال المزرعه اللي كانوا موضرين ليه شحال هادي. والاغرب من هادشي كامل لقى قدام الباب اثار ديال الاقدام جايه من جهه الغابه في اتجاه ديال الباب، وعندها اتجاه واحد، يعني هاد الشخص اللي دخل ما خرجش. ونهار 31 مارس وصلت خدامه جديده سميتها ماريا. يلا حطات ساكا، ما عرفاش باللي هذاك هو اخر نهار غادي تشوف فيه الضو. في ديك الليله بالضبط القاضي بدا الخطه ديالو في استدراج اندرياس الكوري، ونهى الحياه ديالو قدام دارت. ومن بعدو كان الدور ديال الام، ومن بعدهم 2 فيكتوريا وبنتها الصغيره. بواحد المجرم كان كيتسناهم في الظلام. الجريمه كانت بشعه، ولكن ارعب حاجه طرات من بعد، الجيران ما شافوش العائله لمده 4 ايام، ولكن كانوا كيشوفوا الدخان خارج من المدخنه، والضوء كان شاعل في الكوزينه، وحتى البقر والغنم اللي كانوا في المزرعه كانوا ديما واكلين. الحقيقه الصادمه هو من بعد ما صفاه العائله كامله ما هربش، بقى ساكن في الدار مع الجثث لمده 4 ايام. كان كيطيب وكياكل ماكلتهم وناعس في فراشهم بحال حتى شي حاجه ما وقعات. حتى نهار 4 ابريل ملي دخلوا الجيران ولقاو المجزره 4 ديال الجثث في الكوري مغطين بالتبن، والخدامه والطفل الصغير كانوا مكسورين في الدار لداخل. ولحد الساعه لم يتم القبض على المجرم. القضيه تقيدات ضد مجهول واكثر من 104 سنوات، ولكن كاينين 3 ديال الفرضيات اللي كيهضروا عليهم المحققين. الفرضيه الاولى كتقول الجار لورينز، وعلاش شكوا فيه؟ حيت هو اللي لقى الجثث وكان كيتصرف بغرابه بلا ما يخاف دخل المزرعه بوحدو، واصلا كان بينه وبين الضحيه فيكتوريا صراعات قانونيه وماديه. النتيجه البوليس حقوا معاه بزاف، ولكن ما لقاو حتى شي دليل مادي، بصمات او اداه جريمه اللي كيربطوا بين الحدث، وبقى كينكر حتى مات. والفرضيه الثانيه كتقول زوج كارل غابرييل الميت العائد. علاش؟ كارل هو الراجل فيكتوريا، والتقارير الرسميه كتقول باللي راه مات في الحرب العالميه الاولى سنة 1914، ولكن بزاف ديال الناس قالوا انه ما ماتش، وانما هرب ورجع للمزرعه ولقى مرته باغا تزوج وعندها حياه اخرى، فانتقم من العائله كامله. علاش هاد الفرضيه قويه؟ حيت الجريمه كانت محتاجه شخص كيعرف المزرعه وعارف مزيان منين يدخل ومنين يخرج. وكاينه الفرضيه الثالثه اللي هي المتشرد، شي واحد كان هارب من القانون ومتشرد. لقاو مزرعه معزوله، فدخل المزرعه وسكن في السطح لعده ايام بلا ما يعيقوا به. وهذا هو التفسير ديال الاصوات والجريده الغريبه اللي لقاوها في الدار. وملي حس بهم عاقوا به قرر يصفي عليهم كاملين. والتحديث الاخير في القضيه في سنه 2007 اكاديميه الشرطه الالمانيه قررت تعاود تفتح الملف باستخدام احدث التقنيات تحليل جنائي الحديث. النتيجه قدروا يحاصروا المجرم، غالبا هو الجار لورينز، ولكن المحققين قرروا ما يعلنوش السميه ديالو احتراما لعائلته واحفاده اللي مازالين عايشين لحد الان، وحيت اصلا الشخص مات وما يمكنش يتحاكم.
وهنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كنشكركم على المشاهده. فغنخلي لكم الانستغرام ديالي الا كانت عندكم شي قصه ولا شي حدث وقع لكم عاودوا لي يمكن نعاودها باسلوبي. ما تنساوش تكتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات وشنو هي القضيه ولا شي قصه بغيتوني نعاودها لكم في الفيديو الجاي. تهلاو.